كان في عسكري في الجيش، كان وظيفته بس انه يقف دايما في اقرب نقطة للخطر. شغلته انه يلاحظ قبل الكل اي حركة، اي صوت، اي تغير بسيط، لان الغلطة الواحدة كانت فيها موت. ومع الوقت جسمه نسي ازاي يهدى، اي صوت بيفزعه، اي حركة بتخليه ينتبه فورا. حتى النوم بقى خفيف ومتقطع. بعد ما الحرب خلصت اغلب العساكر دي معرفتش ازاي يوقفوا الحراسة. كانوا بيصحوا من النوم فجأة كأن في هجوم جاي. في سبب خلاني ما اقدرش اقول الباقي هنا. شوف الفيديو كامل. الحقيقة المرة انك تعبت اكتر بكتير من اللي بتعرفه بيه لنفسك، لان البني ادم مش مصمم انه يعيش عمره كله مستني المصيبة. وفي مرحلة بتبدأ تخسر نفسك ببطء، ما بتعرفش ترتاح بجد، ولا تنام بجد، ولا تفرح من قلبك. حتى اللحظات الحلوة بيفضل جواك خوف صغير مستخبي، كأنك مستني النهاية الوحشة. اللي شفته ده كان أول طبقة بس. لو عايز تكمل أكتر شوف الفيديو كامل وتابعني.